صح. طيب أي. طلبتوا أهل السنة، تفضل مين يحاور؟ هيني عم اقول لك الموضوع يا اخي. بسورة الأحزاب إن يعني أنت الذين اللي بدك يؤذون تحاور؟ الله ورسوله اسمعني بس، لعنهم الله. أنت اللي بدك تحاورني؟ أي أنا واحد بدي يحاورك أحكيك مؤمن. برواية وأنت تناقشني عليها. أنا عندي مشكلة بكتبك أنت، في رواية وأنا بكتبك عندي أنت مشكلة. عندي طيب مشكلة جميل فيها. جميل جميل. يلا أسكر المايك، اطرح طيب روايتك أستاذي. بعد ما تنهي روايتك أنا أعطيك إشكالي وأنت تجاوبني. تفضل يلا. تمام. يلا. في صحيح مسلم صفحة 1700 1497 عن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني قال: أبلغ بك يا بنت أبي بكر أن تؤذي رسول الله؟ فقالت له عائشة: مالي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. فذهب إلى حفصة وقال لها نفس الحكي، قال لها: أبلغ فيك الأمر أن تؤذي رسول الله؟ فوالله إن رسول الله لا يحبك ولولاي لطلقك. طب هون عمر بن الخطاب الخليفة الثانية عم بيقول لعائشة ولحفصة هالحكي. منروح على القرآن الكريم منشوف بسورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ركز لك على في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. هلأ هون مين الكذاب؟ عمر بن الخطاب أو عائشة أو صحيح البخاري؟ يعني أنا هيدي الرواية شفتها وجاي أنت كأخ سني بدي أسألك فيها. أنت شو بتلاقي موضوع على هيدي الرواية هون؟ وإسناد صحيح وبكتبك أنت. اترك لي كتبي شو بدك فيه، نحن كفار مثل ما أنتم بتقولوا عننا. هذا الشيء بكتابك أنت، بكتبك أنت. طيب فتفضل. نجيب. بداية الآية واضحة وصريحة إخواني الأعزاء، الآية واضحة وصريحة، لكن يبقى الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. من آذى الله ورسوله، نحن أهل السنة والجماعة نقول بأن حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حكم عليهم النبي بأنهم كفار؟ هاي النقطة الأولى، لم يحكم عليهم بكفرهم. النقطة الثانية، هو استدل في آية، ولا يعلم أستاذنا الفاضل أن هذه الآية إذا أخذها على المجمل فأنه أول من يقع في النار هو علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، لأنها في كتب آذوا النبي. رقم 3، إذا كانت هذه الآية مطلقة. ليش دقائق؟ إذا خليه كانت، يكمل. خلينا نكمل يا أخواني، خلينا نكمل، مش حوار هذا قلنا وطالبين الناس تحاور. إذا كانت هذه الآية مطلقة، أنت عندك يا أستاذ العزيز الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب بعد ذلك أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترني وجهك. في وسائل الشيعة للحر العامل الجزء 7 صفحة 82 الحديث صحيح، قالوا أنه قبل إسلامه بقتله لمسيلمة الكذاب، وهو قتل أشد أهل الأرض كفرا. إذا هذا آذى النبي، هل هذا مخلد في النار؟ بعد إسلامه أيضا آذى النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا ترني وجهك، ما تورجيني وجهك. فإذا الآية لا تقتص في المطلق يا أستاذ العزيز، لا تستطيع أن تعطيها في المطلق. تمام، هذا جوابي لك، بارك الله فيك. أما بالنسبة إلى قول عمر بن الخطاب: أوصل بك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما قلنا أن الحديث ضعيف أستاذ العزيز. ما أحد أنكر من أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث ضعيف حتى تقول لي هل عمر بن الخطاب كاذب أم القرآن كاذب، والعياذ بالله. نحن قلنا أن الحديث صحيح، ولكن هذه الأذية، هل هذه الأذية في الدين أم أنها أذية شخصية؟ إن قلت أنها أذية في الدين، فما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ في حكم للنبي أم أن النبي بقي على ذمته هؤلاء الكفار؟ وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قلت من ناحية شخصية، فهل النبي قبل موته أم بعد موته؟ ينقسم هذا الأمر. إن قلت في حياته، فأعطني الآن حكمه عليهم، هل طلقهم أم لم يطلقهم؟ طيب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشمله هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يستطيع أن يحكم. الآن أنا في عقيدتك لو أنا سببت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب أبدا، يقام عليه الحد. الآن أنا أجبتك إجابة تفصيلية وموفقة، في مجال أطرح سؤالي
كالآتي يا أستاذ العزيز. الآن يا مولانا بارك الله فيك، سؤال بسيط جدا. علي بن أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه وحشرنا الله معه في الآخرة، لماذا سكت عن الخلافة 25 عاما لم يحرك ساكنا؟ تفضل. مين اللي سكت عن الخلافة 25 عام؟ الإمام علي. نعم. وبعدين بالنسبة بس بدي ركز على شغلة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنه هو إذا مات وترك هذه الأمور، هو ما مات وترك هذه الأمور، هو ترك الإمام علي ولي له، ولي للمسلمين عفوا. بس اللي ما بده يآمن بالإمام علي ما حيآمن بالروايات اللي عندي أنا. يعني أنا هلأ لما بدي أجي أقول لك إنه عائشة أذت الرسول، برجع لك لصحيح مسلم والبخاري، ما أذته بس لأنه عمر قال عنها إنه هي أذته، ما هي أذته بلسانها، حتى قالت يبول واقفا على الزبالة. عمر كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر. انت نبيك يهجر، مرسل من عند الله، لا ينطق عن الهوى الا وحي يوحى، يهجر ويبول على انت الزباله. استاذ انت لفيت ودرت. اولا البول ما واقف لفت مش ودرت، ما انت لا لا انت استاذ حكيت لي بهداك الموضوع استاذ ورجعت نطيت لسؤال استاذ اذا استاذ الامام علي. يا استاذ حبيبي استاذ انا استاذ شوي بس اسمعني، عشان انا ما احب الحوار الهادف. اذا الشغله بدها تصير مقاطعه ونطفر من الموضوع، انا اعتذر وانزل وما في اشكال عادي يعني. طيب مش ما اول انت نفرت من ولكن الموضوع، بس. انا كان انا حبيبي انا اللي استاذي طرحت انت الموضوع، قلت يعني انت حبيبي بدك ترجع لموضوعي، انا اللي استاذ طرحت الموضوع وكان موضوعي عن عائشه. استاذ ما تجيب لي استاذ الامام علي شو لا عمل اله وما الا الله. حرك ساكنا وما انت بعرف شو سالت هالامور، سؤال بدايه بعدين استاذي بنحكي فيها. أستاذي، أنت عندي سألت سؤال، قلت عندي إشكال، قلت لك أنا في نفس الوقت أجيبك على إشكالك وأتمنى أن تجيبني على إشكالي. تمام؟ أنت سألتني سؤال إشكالك في عائشة، أنا أجبتك من منطلق ما سني. اقتنعت يعني باجوبتك، ما مش اقتنعت، ما انا جيت، مشكلتي، مش مشكلتي ما انا عم أستاذي. اقول لك ما كيف بدي اقتنع باجوبتك أستاذي اذا بصحيح يا ومسلم حجي، والبخاري مكتوب هيك صار، طيب في انا أحد كيف بدي بعد ما في أحد اقتنعت. يحاور غيره يا أخوان، لأنه يبدو أنه مش صاحب علمية يا أستاذ. جد أنت مش صاحب، مش هيك النقاش يقول. إذا أنا بدي أقنعك زمان صرت سني، وإذا أنت بدك تقنعني أنا زمان صرت شيعي. طيب كيف بدك أنا إيش تقنعني بدي وانت أقنعك؟ بدك تفز لسؤال تاني؟ ما انا ما بدي لا احكي انا حول ولا بالامام علي. قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش الحوار هذا؟ مش حوار اسمه، مش حوار. الحوار إني أنا سبحان الله، بالبداية كلكم نفس أستاذي العاده، سبحان الله. المؤمنون على شروطهم. أنت سألت سؤال عن عائشة، أنا من حقي قلت لك بالمقابل إني أنا أسألك سؤال موافق، قلت لي نعم. سألتني سؤال عن أم انا ما المؤمنين، حكيت، أنا لا قلت أجبتك. نعم ولا قلت شيء، انا طافي مايك وناطرك لتخلص حكي لحتى احكي كرمال ما الآن بطل قاطعك. في نعم، بطل في نعم الآن. طيب ارجع اطرح سؤالك. شوف أنا بالبداية راح أسكر المايك، ارجع اطرح طرحت سؤالك. لك سؤالي، تمام. طرحت لك سؤالي يا أنا حبيبي. انا اسمعني. قلت لك زلمه جاهل بدي اتعلم، انا مش عالم دين ولا لا خاتم جاهل انا مش قرآن. فاضي اعلمك استاذ. انتوا كاتبين تعالوا يا اهل السنه للنقاش. اذا انت جاهل طيب ما انا وجاي عم اقول لك تظهر، الحديث لحتى انا مش فاضي تناقشني، اعلمك. ما أنا عم بضطر في اقول احد لك انه انا يحاور؟ جاهل لحتى انت تناقشني، ما بدي تقول لي خلص ليش جاهل بدك الامام علي اناقشك سكت ابشر. 25 عام. استاذي جاهل بدك اناقشك ابشر، عين اليمين قبل عين انا الشمال. شو بدي بالامام علي؟ انا بعتقد بالامام علي انه يا امام حبيبي معصوم قسيم الجنة والنار، حبيبي ما تيجي تناقشني فيه، ما تقول لي ليش سكت، ليش سكت، ما ليش سكت. أنا حر يا أخي، أنا بعتقد إنه هو إمام معصوم قسيم الجنة والنار، ما بيغلط. الغلط وانا عندك أنت خلص بكتبك، معناته جاي هيك عم أقول يا لك من كتبك استاذي. أنت في غلط. شو بدك عندي أنا الإمام علي ليش سكت؟ شو خصك أنت؟ حاورني بكتبك أنت كسني، طب ليش وانت شو عائشة خصك حكت عن شو الرسول هيك؟ خصك في عائشه؟ شو خصك في عائشه؟ هاي في كتبي حر انا خلص لكن هيك. ما تترد عليها، لكن ما تترد عليها، وانت قول لا لعن تقول عليه الله، السلام. لعن الله لا 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 عائشة كونها هي كانت تأذي لا الرسول. لا، بنقول لعنة الله على معاصيهم لأنه لأنه بالقرآن تآذوا الرسول. الكريم السلام قال عليكم. القرآن الكريم لعن وعليكم الله من السلام، يؤذي حياك الله الرسول. شجاعة علي. شاكر. اوكي يا اخي القائد، البث راح يشتغل لو شجاعة علي لو شيخ شاكر. طيب أتمنى يكون في واحد عنده علمية وعدم التجاوز، يعني لأنه إحنا لساننا طويل تمام كمان، فأتمنى تمام يكون. تمام تفضل تمام. تفضل يا أخ علي، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. ليش حابب تحاور أستاذي؟ شيخنا الفاضل كيف حالك؟ نعم، بتتكلم معي أنا ولا مع الضيف؟ لا حبيبي، وين رافضي؟ وين شيخ؟ لا تفضل كمل مع الشيخ يلا. ويا اخوي. اي انت شنو اشكالك حبيبي؟ بخصوص شنو بالله؟ أنا عندي إشكالات كثيرة، لكن هم قالوا بدنا واحد محاور من أهل السنة، طلبت قست في على القعدة شنو بوقتها. اشكال؟ انطينا واحد بالله من رخصة جناب الشيخ.
أنا إشكالي لماذا علي بن أبي طالب سكت 25 عاما لم يحرك ساكنا بسند صحيح من كتب الشيعة. آه. ليش ما نعطيك من مصادرك؟ مو عم تقتنع؟ لان انتم ما مقتنعين بينا، كيف تاخذ من مصادرنا؟ انا أنت انطيك الآن انطيك من تعتبر مصادرك. اسمعني، انطيك من مصادرك، انطيك من مصادرك من أنت هو أعطيت ربك ومن هو نبيك. اسمع حبيبي، اسمع. من هو ربك ومن هو نبيك الذي تتبعونه، ومن هو ربنا ومن هو نبينا. شو دخل ربنا بنبينا بربنا بنبينا؟ وأنا أقول لك ليش علي بن أبي طالب سكت اسمع 25 اسمع عام لم يحرك ساكنا. أولا انت العلمية ربيت، العظيم. انت ابو اسره. اسمع، انت ابو اسره، عندك اسره؟ نعم. انت رب اسره. نعم رب أسرة. اذا امرت اسرتك لا تخرج من الدار، تخرج؟ أمرت أسرتي أن لا يخرجوا من الدار. ايه. والله ما تكون كلمتي مطلقة. شلون رب اسره انت؟ عادي، شو يعني شلون رب أسرة؟ شلون أنت عندك يعني يخالفوك؟ يخالفوك اولادك؟ أستاذي فاطمة الزهراء خالفت قول النبي وخرجت للمطالبة في أرض فدك. اسكت، لا تتجاوز، اسكت. شلون أنا ما خالفت؟ تجاوزت، أنا أقول لك رواية يا اسكت حجي. اسكت. تفضل، هذا شلون المقدار خالفت؟ العلمي. سيدة نساء العالمين، كيف تتجاوز عليها؟ سيدة وانت نساء قبل أهل قليل الجنة، تقول ام سيدة المؤمنين. نساء أهل اسمع، الجنة، لا اسكت تكذب على النبي يا اسكت أستاذ. ما في شيء اسكت اسمه سيدة حبيبي، نساء لا العالمين، تقاطعني، اسمه لا سيدة تقاطعني. نساء شلون الجنة. خالفت؟ هي حجة الله، شلون يا خالفت؟ أستاذ، الرسول شلون صلى الله خالفت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب شلون علي خالفت؟ متعمدا امك اللي خالفت، اللي فليتبوأ خرجت مقعده امام من النار. زمانها. اسمع لا اسمع استاذ، اسمع، خلينا عفوا نعطيك. اسمع للمقاطعة، حبيبي، اسمع. اسمع انت اللي هذول محاورينكم اسمع بالله حبيبي، عليكم، اسمع ولما اسمع. بسألوا اسكت عن علي بس بيقول لي انطيني رب لحظه. محمد. مرسل شيخ انا طبعا. شيخ شاكر، انا اقول لك السلام رب عليكم الاسره، شيخ تقول لي شاكر. ما لي قدره على اسرتي. شيخ شاكر، انا خليني انت ما عندك قدره على اسرتك. شيخ السلام انت شاكر. عليكم. انت ولي على اسرتك. مولاي، مرخصتكم شجاعة علي يكفي ويوفي، أنا عندي عمل شيخنا بس الفاضل، أجهز نفسي وأخلص إن شاء الله. يلا انا بنتظرك والله يا شيخ، انا شيخنا الفاضل، بنتظرك. انت كل واحد عنده علميه، انا الله يجزيك الجنه. يبدو انت انه ما شو عنده. علميه؟ انتم مش عندكم شنو العلميه؟ استاذي انت اخي قلت ما انا هو اشكالك، انت قلت اثبت ما هو لي اشكالك. خلافه ابو بكر وعمر وعثمان بالقران، طيب يلا. انت اثبت لي، اثبت لي. شوف، اسمع. كفى. اثبت لي خلافه هؤلاء في القران. ابسط طيب سؤال، انا اوافق. واتحداك اذا اجبت. جميل جميل جميل. اسمع يلا الان اثبت لي، اسمعني واثبت بس. لي، اثبت لي. خذوا نصف دينكم من حميراء. طيب الان انا وياك قلت نتناقش، ايش الزلم، رايك؟ قلت الزلم، النبي ما يم زلم ياخذون من النساء. اخي طيب انا بدي اسلم معك انه فاطمه طلعت تطالب بارض فدك، لا طلعت طلع في تطالب سبعه بشيء من بيتكلموا يا حقها، صاحب البث، بالله عليك، يعني ايش طلعت الحوار العلمي تطالب هذا؟ من شيء من حقها. اما عائشه واحد لما اثنين طلعت قائد وركبت ثلاثه. حبيبي، الجمل يعطيك اسمه، كرمال يعطيك اسمه. تجيب. خرجت تطالب بحقها، لا خرجت القائد. تقاتل إمام زمانها. نعم نعم. ما خرجت لكم لا تفقهون؟ لذلك هي انتبهوا. لذلك خرجت على ابو بكر الصديق ونعتته وعملت الخطبه الفدكيه. بلاش تضحك على عوام الشيعه استاذي. طيب شلون بلاد شنو؟ اول شيء خلي عندك طيب احترام بالجواب. باوع، اذا ما كنت مع ال محمد نعلمك الادب ويا ال محمد. لا 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 خوش. حبيبي، انت بتتكلم الان. لا خرجت. اسمع. لا ما انت بسمع شوف، اول ما شيء بسمع ما بسمع. انت الان امام الناس يا اسمع حبيبي، امام حبيبي، الناس. اسمع. في احنا على قناه انا على ما اليوتيوب اجيبك يا بكتاب استاذي، من الشيعة قط. اسمها يا حجي لو احنا تنزلنا قناه على كتبنا اليوتيوب كلها رجاء. غلط. انا انا اجيبك محترم من صاحب البخاري البث وصحيح رجاء. مسلم، من انا والله فمك محترم صاحب ادينك. البث لانه محترم. اسمعني. اما فرجاء تقول حط جيبوا لي واحد موضوع محاور. اسمع. لا ثبتت لي خلافتهم، ولا انطيتني جواب من قلت لك انت رب الاسره ولا يطيعونك. النبي صلى الله عليه واله اوصى علي بن ابي طالب، زين، اوصاه. الظاهر انتم ما عندكم الوصيه، ما. ولذلك السيده لما اقبلت خرجت على ان تطالب بارثها، تقولون ان الانبياء لا يورثون. ضربتم عرض القرآن: وورث سليمان داود ويعقوب يرثني ويرث آل يعقوب. وين خلصت توديها هاي يا خانة؟ خلصت صوتك ولا بدك نصي. تضل تحكي؟ خلصت ولا بدك تضل صوتك تحكي؟ نصي. لا ما نصا. خلصت؟ بعد يمي. يمك هذا. شنو هاي؟ اولا هو قال ان نحن معاشر الانبياء، طبعا دقوا ظفر علي. هو سالني في البدايه قال لي شو اشكالك؟
قلت يا اخواني اللي على اليوتيوب انزل تسمعونا، واصعد. قلنا له مولانا احنا سالناك سؤال، قلنا لك اوقف اين اوقف دماء اوقف يلا يلا. اوقف بنستنى خليجي. محاور، نستنى محاور بعده. اجا هو طيب. راح يجي، فصل النت عندي. اتصال نص الصوت. طيب يلا هو حبيبي اثبت. قال وقف لا 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 يا لا حجي تقفز. خلاص اسكت يا رجل، لا اسكت تقفز اسكت لا مشان تقفز الله. لا تقفز. اسكت لا اسكت تقفز. اسكت، اجبني اتعلم انا اتعلم آداب اجبني الحوار يا أستاذ. أنت اجبني على سألت ما 30 سالتك. سؤال، أنت سألت 30 سؤال، ممكن بس تسكر المايك عشان أنا أتكلم؟ اجبني على ما سالتك. اجبني. شوفوا يا أهل السنة بالله، شوفوا يا شيعة بالله عليكم، إحنا في بثهم إحنا، ومش معطينا مجال حتى الرد. يعني سألني في البداية إيش إشكالك؟ طرحت إشكالي، صار يطفر سألني سؤال، خليه أنا يجاوب أجيبك ما شجاعة علي، عندي خليه إشكال، يجاوب. اسمع أنا اسمع. أجيبك. لانه انا قاطعتك، أولا تعرف ليش؟ لان أولا قاطعتك في لانك كتاب وسائل تجرأت الشيعة، على لا الزهراء. إله اسمع. إلا الله وجعلتها محمد خاطئه. رسول اسمع الله. يا صاحب البث لو بالله عليك، متجاوز. هذا من اسمع الإنصاف، لو هذا من متجاوز علي ما الإنصاف يخالف يا رجل. انت اتقبلها. قاعد احترم اما نفسك على مود. تصف المقابلين السيده الزهراء احترموا. بانها خرجت مخطئه. طيب الآن أجيب أنا على نحن معاشر الأنبياء، ولا بدك تفتح موضوع عاشر؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث. نجيب على مو هذا، نجيب على يلا هذا، تفضل تفضل ولا ندخل تفضل على 10 سؤال الآن؟ تفضل تفضل تفضل. طيب الآن الضيف اللي اسمه شجاعة علي قال لنا أنه أبو بكر الصديق قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طبعا هو قرأها لا نورث، هي لا نورث ما تركناه صدقة. لا نورث. نصحح له، ما في إشكال. تقرا بس اسمع مو لا صحيح. إله إلا الله. تقرا بالقراءات يا رجل السبعه. اسكت يلا شوي، القراءات اسكت. السبعه خاف ما تعرف. يلا تفضل يلا. اسكت شوي يا رجل، خلنا الناس وما ادراك تصير. وما ادريك. دقيقة يلا مرصدكم. تفضل. دقيقة يا ولد، يلا دقيقة دقيقة فقال مرصدكم. أنه نحن انت معاشر القائد، انت الأنبياء زلمة. وانا لا سابقا نورث قلت لك انت ما زلمة لو لا؟ قلت هي زلمة. قلت لك ابو علي الجلاد، قلت لا ما اريد لا ما لا ادري لا شنو، لا قمت لا تسب وتغلط. يلا ابو حسن العراقي منتظرك. يلا صير زلمة وتعال. يلا لا لا لا. الرافضي ها شو حبيبي. تقول؟ محاورة شو تقول؟ مو انا عارف انقص هذا يا ولد، مالكم علاقة ولا حد مين دخل رجال. أبو حسن لا 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 العراقي؟ لا انا اعرفه انا ادوسك اعرفه. بالنعال مين انت أبو وامك حسن عايشة العراقي؟ زين. أنا أقبل، أنا أقبل، تعال ابو حسن العراقي يلا. أنا هسه شوي أقبل. بعد سوي بث واسوي لكم مناظره. خوش يلا وفيس تو فيس. خافوا تقول يعني صعدون يمه لا لا وكتمون لا، ما ادري شنو ولا عين. انت تفتح بث ويفتح بث وتدخلون وتخلي الناس تسمع. أبشر. ماشي؟ استنى بس أتابعك، الرافضي استنى الرافضي. أتابعك بس، استنى أتابعك عشان بس تفتح البث. تابعني يلا ماكو مشكله. يلا. تابع أبو تابع حسن. يلا تابع. أبو حسن قل لأبو حسن القائد مستعد يحاورك في أي موضوع أنت تختاره، أنا مش هختار الموضوع. ماشي متفقين. ماشي ها متفقين. بس ما تغير يلا المحاور، كمل. ما تغير المحاور. لا ماكو. ابو حسن العراقي نفسي تيار. يلا أبو حسن العراقي. ليش ما جيت ابو علي؟ ليش ما جيت ابو علي الجلاد؟ ليش ما جيت وياه؟ أنا حاورته مرتين يا أستاذي أبو علي، حاورته مرتين، أول امبارح محاوره أنا. مالك؟ لا فوت على تكذب لا قناتكم تكذب نزل ابد اتكذب. والله المهم يلا هسه يلا. خلينا نكمل المحاوره مالتكم حبيب. وبعدين نتفق. يلا اجبني يلا. على ما سالتك. يلا يلا نعيد. الرافضي هو- حبيبي انت جزاك الله خير موفق. هو قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال أن أبو بكر هنا ايه كذب. طيب الآن جعفر الصادق لما نقل هذا الحديث، هل جعفر الصادق كذب أيضا؟ تفضل شجاعة علي مولانا. وين لقيت هاي الروايه؟ في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول الجزء السابع صفحة 22 رد عليه العلامة المجلسي قال الحديث 18 صحيح. تفضل مولانا. انت تعرف الروايات منقوله وغير منقوله؟ لو افهمك. لا، لأنه هاي الرواية لا تكون منقولة أستاذ العزيز. اسألني لماذا؟ اسمع لأن متن اسمع. الرواية مخالف لمتن أهل السنة والجماعة، فضاف بها جعفر الصادق أن معاشر الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة، ثم زاد عليها جعفر الصادق قال إنما يرثون العلم. تمام؟ هاي 4 نقاط أستاذ العزيز. إذا أنت ما تعرف كتبك أنا عارف إنها صعبة عليك. الآن أجبناك على المسألة الأولى. المسألة الثانية مولانا، المسألة الثانية إذا تكرمت، غير الضحك والله العظيم في ناس بتشاهدنا. اضحك على عقلك يا عزيزي. شكرا تضحك على عقلي ما في إشكال. تعرف ليش؟ دليل على إنك أنت مش تعرف عارف ليش؟ الرواية. اسمع لا 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 انا افهمتك كم سؤال وما اجبت. نعم أفهم. قلت لك الحكم اسمع للمشاهد اسمع أستاذ، الحكم للمشاهد. النقطة الثانية اسمع
اسمع الثانية، هو قال أجبني. أن فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها. اسكت من ساعة أنت خطأتها هسه تقول صلوات الله عليها. اسكت يا حج لا تقعد توزع مظلوميات، احنا بحوار يا أستاذ، احنا بحوار، اتعلم آداب الحوار يا حجي، اتعلم آداب الحوار. أنت مو مؤدب ويا آل احنا محمد. بحوار. أنا أكون مع أكلمك على احنا قد بحوار عقلك يا أستاذ، على قد أنا آدابك. أناقشك من كتبك يا متى أستاذي. تتأدب ويا آل محمد أنا أكون مؤدب وياك. لا تكون وياي طيب. مؤدب. أنا مو مؤدب. طيب أنا مو مؤدب، ولكن تأدب مع آل محمد والله أسيادك العظيم. وأسياد نعم أجدادك أسيادي وتيجان رأسي وليتني شسم وأسياد أجدادك اللي فروا فراغ نعم. إيه نعم ما المهم. عندهم شيء، اثنين. ما عندهم ذرة واحدة للإسلام. خلاص اسكت. شنو سووا للإسلام؟ شنو سووا؟ لا توزع مظلوميات. أليس بعثمان 3 أيام هرب من المعركة وصل إلى يا الشاطئ؟ أستاذ المهدي هارب. أستاذ عندك النبي اسكت. هرب مرآة العقول. اسكت نذل. عندك النبي هرب الجزء هارب. السابع قال أن النبي قد هرب. استحي على حالك. خلاص اسكت. النبي يهرب؟ ويحك عندك هرب مرآة النبي. العقول الجزء 15 قال أن النبي صلى الله أنت عليه وسلم تباوع. نزل أول عليه شيء جبريل فقال له اسكت. اهرب أنت إلى سطنع. الجبل اسمع. فخرج هاربا. النبي هرب. النبي هرب من وين؟ هرب النبي من قريش. من وين هرب؟ انت ليش ما عندك اداب مع محمد وال محمد؟ لا تأدب. مظلوميات هاي في كتبك استاذي. ماذا ترد على العلامه المجلسي؟ ايش تقول للعلامه المجلسي؟ تقول له تأدب مع اعطيني السند. يلا افتح كاميرا وطلع لي السند. الروايه. انا اذا اسمع انا امام الناس. يلا افتح لك الروايه. اذا طلع الروايه السند. ضعيفه انا اسكر المايك وسب علي لبكره. ماشي؟ يلا افتح لك الكتاب. يلا يا رب. لا تكذب على ال محمد، لا تكذب. راح يطلع الروايه منقوله. تطبعون الكتب عندكم وتقولون قال المجلسي. يلا حط. يا الله. كتاب مرآة العقول. وبطريقك اثبت لي خلافه ابو بكر وعمر وعثمان. يلا اتكلم. وعلي كمان. يلا اثبت لي اياهم. الرابعه. وبطريقك اثبت لي كيف كانت تعطي الدرس للرجال، تعلمهم غسل الجنابه. ما تستحون. يا الله. يا الله علمني على هذا ربك الطول 60 ذراع ينزل ارمد. حنجيبك لا تخاف. يلا طلع لي ربك. هذا مو رب، هذا تيل. ما راح اتجاوز. يلا تفضل. يلا شوف استاذي. يلا كذبت رب العالمين، كذبت النبي. يلا بطريقك لا تنسى. هذا اخواني شوفوا، هذا كتاب مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول للعلامة المجلسي الجزء 5 صفحة 257. يقول علي عن أبيه عن ابن أبي نصير عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد اخرج من مكة فليس لك فيها ناصر. وثارت قريش بالنبي صلى الله عليه وآله فخرج هاربا. مولانا لماذا ما تأدب مرآة العقول مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تجيبني مولانا؟ اسمع هاي مال هاربين. اسمع هذه مال هاربين. انتم اساتذه. اسمع ليش ما هذه هجره ليس هروب. اسمع هذه هجره. هيا. فخرج هاربا. هذا بالخط الاحمر. انتم اساتذه معدلين تعرفون تسوون هاي السالفه. انتم اساتذه. ليس هرب بل هاجر. الخط الاحمر ولك هاي مكتبه الفقاهه. ايش فيك؟ تأدب. ايش فيك حجي؟ تأدب. ايش فيك حجي؟ تأدب يا ابن حميراء. تأدب. والله العظيم تورطت. تأدب يا ابن حميراء. تأدب. نبيك الان مرآة العقول تقول يا ابن النخاسين تقول ان العلامه كيف امك تعطي درس غسل الجنابه امام الرجال؟ تأدب. ليس هاربا مهاجرا يا غبي. اسمعني يا سلمان الفارسي اشتقت اليك. اسمعني سلمان المحمدي يا ابن عائشه. أما تستحي؟ أنتم أولاد العيفة أما تستحون؟ استحي تكذب على النبي وتأخذون الكتب تطبعون وتحطون هاربا وتحطون كذا. استحي. ليش نبيك خرج هارب مولانا؟ ليس بهاربا. وخرج موسى خائفا. موسى يخاف. يلا وخرج موسى خائفا يتلفت.
موسى هم يترقب يا خائف هم تيس، جبان. يترقب مش يتلفت. حتى قرآن ما انت عارف تقرأ يا تيس. خرج موسى استحي. خائفا. يتفقد، يترقب يا تيس. يترقب حتى قرآن ما يترقب، انتم ما عارفين قلت تقرأوا. يتفقد. اسمع والله قلت يتفقد يا فضيلة يا التيس، ابن قسما الشاب بالله. بس الايفع، اسمعني، انتبه اسمعني يا ابن يا بشر ابن الشاب النخاس، الايفع. اسمعني يا ابن اسمع، سلمان الفارسي. لماذا تروح قلتم فدوى أن لندى سلمان سلمان الفارسي دخل المحمدي. على فاطمة الزهراء وقال أنها اشتقت إليك يا فاطمة؟ ليش تطعنون في ذلك؟ مش عيب عليك يا أخي؟ مش عيب هذا الكلام؟ انت ما تستحي مش عيب ولك؟ هذا انت الكلام؟ ما تستحي؟ أنت ما تستحي انت ما ولاك أنت ليش تستحي؟ كتبك تهرب منها سلمان ولاك؟ من اهل البيت، يعني عادي لماذا يفوت لم عليها، يقلها بعمر عادي يفوت عليها وابا يقولها بكر حبيبتي، وعثمان؟ عادي يفوت عليها يقولها حبيبتي. ويحك، حتى لو منا آل البيت صديق كذيب. ليه ما تقال هذا حبيبتي؟ بتنصر دينك بالكذب على آل محمد. ألا لعنة الله ليش عليكم تكذب؟ ابو يا موسى نواصب، الاشعري اما كان يقول يا لعائشه نواصب. حبيبتي؟ قلتم أن الاسود حميدة النخعي تزوجت لا من تكذب جعفر على الصادق. الزهراء. ألا لعنة الله عليكم. لعنة الله قلتم أن عليك حميدة وعلى ابيك، لا تكذب. تزوجت من جعفر الصادق، تزوجت من جعفر الصادق. عيب عليك يا رجل، استحوا. قلت زوجة الحسن تنام مع معاوية. عيب عليكم يا نواصب، الله طعنتوا اكبر، بأعراض شنو انتم من المعصومين. دين؟ لا عيب اله الا عليكم. الله، لا عيب. اله يستحي. الا الشريف الله. الرضي يقول أن زوجة الحسن تآمرت مع معاوية. استحي على مكبرك يا رجل. لك هذا هو انت دين انت الشيعة، باوع. الطعن اسكت، لا في تحكي على دين آل الشيعة، محمد. اسكت. يشرفونك خزي دين عليكم. الشيعة، يشرفوك، لك يشرفوك ابن